فرق كبير جدا من ان فريقك يحبك وان فريقك يحترمك، ودي 5 علامات بتقول انك مدير محبوب بس محدش بيحترمك. وخلي بالك، رقم 1 دي اخطر علامة. رقم 5 الهزار عندك اكتر من اللازم. طبيعي جدا تبقى قريب من فريقك، بس لو كل موقف بيتقلب لهزار صعب جدا لما تيجي تتكلم بجد ان فريقك ياخد كلامك بجد. رقم 4 بتطلب الحاجة اكتر من مرة. لو كل تاسك لازم تفكرهم بيه 3 أو 4 مرات، المشكلة مش في ذاكرتهم، المشكلة ان كلامك ما بقاش ليه وزن. رقم 3 بتأجل المواجهة عشان ما تزعلش حد، بتقول معلش نعديها مش وقته، بس اللي بيحصل ان الغلط بيكبر والفريق بيتعلم ان مفيش عواقب. رقم 2 وعودك اكتر من تنفيذك، بتقول هنشوف، هنحل، هنتكلم، هنعمل، وفي الاخر مفيش حاجه بتحصل. المدير ممكن يتحب بالكلام لكن الاحترام بيتبني بالفعل. اما رقم 1 دي اخطر علامه. المقصر مستريح معاك والشاطر مضغوط. المقصر عارف انك هتعدي والشاطر عارف انك هتحمله زياده، وساعتها الفريق مش بيشوفك طيب، الفريق بيشوفك مش عادل. الخلاصه، مش مطلوب منك انك تبقى مدير قاسي، مطلوب منك انك تبقى مدير ليك حدود.